ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم. فالله تبارك وتعالى من رحمته وفضله وكرمه أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة وعلمنا كيف ندعوه ليستجيب لنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي في سننه وأحمد في مسنده واللفظ للترمذي وصححه الألباني في الترغيب والترهيب والحديث حسن لغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. فتعالوا بنا لنتعلم الدعاء من أنبياء الله ولنعلم أن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. فموعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع نبي من أنبياء الله دعا فاستجاب الله له وانتفع بدعائه وهو آدم عليه السلام. وآدم عليه السلام هو أبو البشر جميعا كما قال الله عز وجل يا بني آدم. وفي حديث الشفاعة عندما يذهب الناس في أرض الموقف إلى الأنبياء ليشفعوا لهم عند ربهم ليحاسب الناس فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، يا آدم أنت أبو البشر، وهو الذي خلقه الله عز وجل بيديه. قال الله عز وجل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. وهو الذي نفخ الله عز وجل فيه من روحه. قال الله عز وجل فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وهو الذي علمه الله عز وجل الأسماء كلها كما قال الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها. وهو الذي أسجد له ملائكته. قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. وقال الله عز وجل في موضع ثاني وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقال الله جل وعلا في موضع ثالث فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. وقال في موضع رابع فسجد الملائكة كلهم